3 مساطيل مسافرين برا السودان بطياره، فواحد منهم قال له هلا ادي الشبلي ده قروش يجيب لنا سياره حمراء من الدكان قبل ما نطلع برا السودان. لقوا شبلي جنبهم كده يدوا القروش وفتحوا له باب الطياره، جدعوه وقعدوا قاعد يتونسوا ساكت وقاعدين ومنتظرين فواحد منهم قال لهم والله الولد ده شكله يروح القروش راح كنا نشوفه. فتحوا باب الطياره قاعد يعاينوا، لقوه معلق في المروحه فوق والمروحه لهفه بيه. واحد منهم قال له هاي اقعد لف لنا كده بعدين تيجي تقول لنا الدكاكين قفلوا. ولد رسل الدكان، مشى بتاع الدكان قال له عندك حلاوه؟ بتاع الدكان قال له اي، قال له خلاص جيب بارد. الولد مشى البيت وجا بتاع الدكان قال له عندك طحنيه؟ بتاع الدكان قال له اي، قال له خلاص ادينا كيلو سكر. بتاع الدكان شام الولد لكن سكت كلا كدي بس. بعد شويه ابو الولد جه الدكان، قام بتاع الدكان شكله وقال له والله ولدك ده مستهبل بيسالني من حاجه وبيشيل حاجه ثانيه. ابو الولد قال بتاع الدكان كيف يعني يقول لك كده؟ هذه قله ادب، المره الجايه لو قال لك دق طوالي. عندك بسطونه؟ بتاع الدكان قال له اي، قال له معناته دق بصوت. مسطول زعلان من مرته وقافل منها قفله دايره اقل حاجه بس عشان يعمل مشكله. جا البيت لقاه ما شاء الله مكشوش ونظيف واي حاجه في محله وريحه البخور فوق. قال لها شايف الترابيزه ديك الغبار اللي فيها وعدكم مسحتيه. قالت له سجمي كمان انت ضارب الغبار شنو؟ قال لها والله مسجل فوق ورقم الليله ما لقاه تشوف النجوم بالنهار.